لكم شويه منتجات مصريه عظمه على عظمه، جوده تحفه واحسن كمان من المستورد، واسعارها على الكواليتي بتاعتها تحفه. واللي متابعني عارف ان انا ابدا ما بستخسرش في نفسي المنتجات، وبصرف فلوس كتير على عنايتي بشعري وبشرتي وجسمي. فلما اقول لكم على منتج تعرفوا ان هو مش بس سعره مناسب، لا هو فعلا الكواليتي بتاعته حلوه. لان لو المنتج بجنيه انا عمري ما هقول عليه حلو عشان هو بس رخيص او بيوفر في الفلوس. فالنهارده الفيديو ده هتستمتعوا ان انتوا هتوفروا فلوس، في نفس الوقت هتستمتعوا ان انتوا تستعملوا كواليتي حلوه على شعركم وبشرتكم وجسمكم. وحقيقي انا فخوره بان المنتجات دي منتجات مصريه، يعني برافو الشركات المصريه بقت بتعمل كواليتي حلوه جدا. خليني بس قبل ما ابدا افكرك ان انت جميله زي ما انت، مش محتاجه منتجات، مش محتاجه اي حاجه، انت مخلوقه جميله. تصرفاتك ومعاملاتك مع الناس هتبقي جميله من جوه ومن بره، ولكن دي مجرد منتجات احنا بنستعملها عشان نحافظ على الجمال ده ما يبص مع الوقت، عشان ندلع نفسنا برضو، يعني احنا نستحق. يلا بينا نبدا الفيديو. طيب خلوني الاول اكلمكم عن حاجات الشعر اللي انا حبيتها جدا، استعملتها الفتره الاخيره وحبيتها جدا. اول حاجه الشامبو ده من ايفا، بالذات اللاين ده اللي هو بالصبار وزيت الارجان المغربي. انا استعملت الشامبو ده، بس انا دلوقتي طلبت الشامبو والكونديشنر بس لسه ما وصلوش. ده بجد حاجه رهيبه، بينظف الشعر ومش بيزيت الشعر ومش بينشف الشعر في نفس الوقت. بس هو فعلا خد ضجه الفتره الاخيره وهو يستاهل الضجه. يعني انا مسافره وجايبه عشان اخده انا مسافره، فتعرفوا ان ده انا بالنسبه لي يعني انا ما باخدش الحاجات غير اللي انا بحبها جدا وانا مسافره عشان ما اضطرش اشتري تاني واسحم الشنطه. فتعرفوا ان ده عجبني جدا ما دام هشتري منه واخد وانا مسافره. والحاجه الثانيه اللي عجبتني للشعر وبرده من ايفا، بس هو مش موجود خالص في الحياه. يعني انا اشتريت ده وهو اختفى من الدنيا، فبصراحه مش عارفه المشكله فين. هل هم مثلا وقفوا تصنيعه؟ هل هم الشركه مثلا، الشركه ممكن تبعتيلي 100 منه. طيب هو بيجي في كيس كده، ده هير ماسك، وده يعتبر يعني تاني احلى هير ماسك انا استعملته في حياتي. بيرطب الشعر والزيرو ان هو يسبب تساقط. انا طبيعه شعري ناعم، فلما بحط اي حاجه بتسبب نعومه في الشعر بيسبب لي تساقط. حمام كريم، بلسم، كل الانواع بتسبب لي تساقط، الا يعني مثلا كام نوع بساط قوي، وده واحد منهم. كنت عايزه اشتري منه وانا مسافره بس ما لقيتش. لو لقيتوه اشتروه على طول. بتقلي ان هو في منه كذا واحد، بس اللي معايا ده بالصبار وبروتين الزبادي. انا ما جربتش التانيين، جربت ده بس. واخر منتج للشعر هو من رو افريكان اللي هو فوليكر بوستر، وده اويل بيتحط على فروه الشعر. هو بس الكاميرا مش راضيه تعمل فوكس. اوكي بتهيألي كده عملت فوكس. ده زيت بيتحط على فروه الشعر. انا شفت منه نتيجه حلوه جدا، بيتقل الشعر وبيطلع شعر زياده يعني مكان اللي وقع، وبيخلي التساقط يقل. بصوا هو تحفه بصراحه، بس هو عايز صبر. يعني هتبتدي تشوفي النتيجه بعد مثلا ما نص الازازه تخلص. بتستعمليه ازاي؟ بترشيه هو زي بخاخه كده، بترشيه على فروه راسك وتسيبيه مثلا 20 دقيقه، وبعدين تخشي تغسلي شعرك عادي بالشامبو. لو عايزه تستعملي بلسم، حمام كريم، ايا كان يعني. بس دي الطريقه اللي انا بستعمله بيها، ان انا بحطه على كل فروه راسي وبعمل مساج كده دقيقه، وبعدين بسيبه مثلا ربع ساعه تلت ساعه، وبعدين بخش اغسل شعري. ممكن تستعمليه لحد 3 مرات مثلا في الاسبوع. هو بس ريحته مريبه شويه، بس مش مهمه لان هي ما بتقعدش. يعني انا ما بشمهاش خالص في شعري، ولا حد مثلا تاني من اهلي مثلا علق ان ريحه شعري متغيره او غريبه، فهي ريحته ما بتقعد. لو حد بيحب حمامات الزيت اللي لفروه الشعر انصحكم جدا بده، سعره كمان مناسب وبيقعد فتره كبيره. يعني انا بقالي كتير قوي عندي دي ولسه ما خلصتش. على فكره كل المنتجات تقريبا اللي انا هتكلم عنها في الفيديو هتقدروا تلاقوها على نون مصر، يعني تقدروا تطلبوها من انتوا في البيت. ممكن لو لقيت لينكات الحاجات دي هسيبها لكم في الديسكربشن بوكس اللي هو صندوق الوصف. هتدوسوا كده تحت الفيديو هتلاقوا لينكات الحاجات. اي حاجه هلاقيها هحط لكم اللينك بتاعها على نون. وكمان تقدروا تستعملوا اي كود خصم من الاكواد دي عشان كمان يديكوا خصم زياده وانتوا بتشتروا الحاجات دي. هي اسعارها تحفه وكمان هتاخدوا خصم عليها. ودلوقتي بقى ندخل على الحاجات اللي حبيتها للجسم. اول حاجه الشاور جيل ده بتاع تيليفيل، ده بريحه الياسمين وحجمه 500 مللي. سعره ما كانش غالي خالص، ريحته حلوه، بينظف الجسم ومش بينشف الجسم. اللي بيتابعني من فتره عارف ان انا بحب الشاور جيل جدا او البودي ووش. اللي بيتابعني من فتره عارف ان انا بحب البودي ووش جدا، فبستعمل انواع كتير، فحبيت النوع ده جدا الفتره الاخيره. ازاي عملتوا اللوشن ده؟ ده اسمه شام بودي ميلك،
وهو للبشرة الجافة جدا. ده لوشن للجسم. المنتج ده احسن لوشن ممكن تستعملوه لبشرة جسمكم. سعره حلو جدا، حجمه 300 ملي متوفر. ده مش خلصان خالص يعني، انا بلاقيه كتير. ما فيهوش اي فريجرنس، ممكن تستعمليه بعد الليزر، ممكن تستعمليه بعد الشيفنج، بعد السويت، ايا كانت الطريقه ممكن تستعمليه بعدها، مش هيحسس لك بشرتك. وترطيبه تحفه، بيرطب الجسم حلو قوي من غير ما يسيبه ملزق. فبيتهيألي ان كل الناس يعني حتى الولاد، ممكن لو في ولاد بتحب ترطب جسمها وهو ده الطبيعي يعني، بس احنا ما عندناش الثقافه دي، فده مناسب قوي كمان عشان هو ما فيهوش ريحه. الحاجه اللي بعد كده اللي حبيتها هو ده من شركه اسمها بلانكي. هو تحسوه للاطفال، انا بحسه للاطفال، مش عارفه بلانكي دي للكبار ولا للصغيرين، بس هي كلها عليه. والله هو للاطفال فعلا، اهو كريم مرطب يومي للاطفال، يعني هو فعلا طلع للاطفال، بس انا كبيره وبستعمله. يعني هو المفروض ان هو للبشره يعني للوش والجسم، بس انا بستعمله على جسمي وبجد رهيب. هو في منه احجام تانية، بتهيألي في منه حجمين تانيين كمان غير ده، بس ده الصغير خالص، انا باخده معايا في الشنطه وانا مسافره كده. هو ريحته خفيفه قوي، بس هو ترطيبه فعلا فعلا بتحسي ان البشره قلبت كانها بشره بيبي كده، فيمكن هو عشان كده فعلا بتاع اطفال، بس هو ينفع للكبار عادي يعني، زيه زي الاويل بتاع الاطفال كده، احنا الكبار بنستعمله. كريم مرطب جميل جدا جدا، انا بستعمله على الاكواع والركب. اخر حاجه للجسم جربتها بناء على ان هي اتشهرت، هي الديودرنت بتاع ستارفيل. ده الرول اون. اولا ريحته، انا اخترت اللي بالفانيلا طبعا لان انا بحب اللي بالفانيلا. بيتهيألي ان في واحد ملوش ريحه خالص. ده الحلو فيه ان هو مش بيسبب اسمرار، بالعكس انا بحس ان هو بيفتح سيكه، يعني سيكه اللي هو يعني سيكه دي اللي هي يعني حبه بساط، بس هو بتحسي ان انت محتاجه تحطي منه كتير شويه، يعني تمشي الرول شويه، بس طبعا بالراحه يعني مش كده، لا يعني على الخفيف كده عشان ما تسببيش حكه. بس هو از رول اون هو حلو جدا. الحاجه اللي بعد كده هي دي، وده كريم من ايفا لتشققات الكعبين. هو مكتوب عليه كده. الكريم ده افضل كريم. انا استعملت كم كريمات لرجلي رهيب، فده افضل كريم ممكن تستعمليه لكعب رجليكي، بيرطب حلو جدا جدا جدا، بالذات ده يعني، بالذات هو في كذا واحد. في هنا بيبقى عليه طاووس كده بريحه تانية، وفي واحد تاني عليه ورد. ده بالذات اللي لونه بينك فاتح ده، اولا السنت تحفه رهيبه، بيدي انتعاش كده وسقعيه شويه للرجل، بيرطب يعني ممكن تاني يوم ما تحتاجيش ان انت تحطي كريم، بيفضل مثلا 48 ساعه مرطب كعب الرجل. فده بجد رهيب، احسن واحد انا استعملته في حياتي. دي تقريبا 10 علبه اجيبها منه، يعني بقالي سنين بستعمله، من اول ما طلعوه تقريبا من 2 وشويه، من 3 سنين، وانا كل شويه كل ما تخلص اجيب واحده تانية. يا ريت يعملوا لنا واحده اكبر شويه، بما ان دي حاجه مشتركه بين الجسم والوش، فانا هحطها في النص كده. ده سان بلوك بس سبراي. انا شايفه ان ده احلى اختراع شركه مصريه عملته في حياتها، اسمها فيكيشن. دي اول حاجه اجربها منهم. كمان اشتريته من على نون. هو SPF 50 بلس. ده ممكن ترشيه كده على، يعني انا حاطه ميك اب دلوقتي على بشرتي، في ثواني عملت طبقه جديده من الصن بلوك من غير ما الميك اب يبوظ، على طول من غير ما اشوف مرايه، من غير اي حاجه. نفس الفكره ممكن تحطيه على ايدك، ممكن تحطيه على رجلك. اختراع بجد، حبيته جدا جدا. وبعدت كمان اجيب من على نون الكريم بقى بتاعه عشان احطه على بشرتي قبل الميك اب. فده انا بجد ارشحه لكم جدا جدا جدا، وفعلا بيخلي الشمس عارفين ما تحرقكيش، يعني اللي هو ما تلسعكيش كده، بما ان احنا في الصيف والجو حر قوي، الشمس حاميه قوي. وده برضو انا واخداه وانا مسافره، فتعرفوا ان انا حبيته جدا. الحاجات بقى اللي باقيه هي لبشره الوش بس. اول واحد هو ده اللي هو الميسلر ووتر بتاعه ستارفيل. انا بجد ما كنتش عارفه ان هي هتطلع حلوه كده. دي حجمها 200 مللي، ودي برضو انا واخداها وانا مسافره. مش بتحسس خالص ريحتها، هي ريحتها ضعيفه قوي يعني، ملهاش ريحه. بتشيل الميك اب حلوه قوي،
وبتنظف البشره حلوه قوي ومش بتحرق العين. دي اهم حاجه عشان انا عيني بتتحسس من مزيلات الميك اب. فدي حلوه قوي وحجمها حلو قوي وسعرها كمان فاكره ان هي كانت ب 70 جنيه تقريبا يعني. برده كمان اخدتها من على نون، هحاول الاقيها واسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. كمان جربت الغسول بتاع ستارفيل اللي هو ده الجل. عايزه اقول لكم ان دي خامس علبه تقريبا اشتريها منه. ولو هتسالوني انت بتستعمليها لبشرتك، انا ساعات بستعمله لوشي، بغسل بيه وشي ساعات مش كتير عشان انا عندي غسول تاني بستعمله كتير. تخيلوا انا بستعمله ازاي؟ بستعمله لجسمي، بستعمله لظهري علشان انا ظهري بيطلع فيه حبوب من الشامبو وكده، ساعات بيطلع فيه حبوب لو نزل عليه شويه شامبو، فبستعمل الغسول ده لظهري وبجد بيودي حبوب الظهر وبيهدي حبوب الجسم جدا جدا جدا، والوش كمان. بس انا يعني بحب غسول تاني لبشره وشي وده برضو ساعات بستعمله لوشي عادي. فده انا حبيته جدا 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 جدا، انصحكم جدا ان انتوا تجربوه. غسول سعره رخيص وجودته حلوه جدا ومناسب قوي للبشره الدهنيه والمختلطه. وكمان الحلو فيه ان انت ممكن تستعمليه لوشك وجسمك في نفس الوقت. اخر حاجه استعملتها هي دي من ايفا، دي ليب بالم اسمها سويت تشيري. دي جديده من ايفا، في منها كذا واحده بس انا جبت دي اللي هي لونها بين الاحمر والبينك كده شويه، ودي بجد رهيبه حلوه جدا. كانت تقريبا ب 80 جنيه. اولا بتدي نفخه للشفايف، هو مش مكتوب عليها ان هي بتدي نفخه للشفايف بس هي بتدي نفخه للشفايف شويه وبترطب حلو وبتدي لون تحفه. يعني كنت هحطها لكم بس انا دلوقتي حاطه ليبستيك فمش هينفع. لونها خفيف. عارفين انتوا زمان ايام ما اول ما لابيلو طلعت كانت حلوه ازاي؟ دلوقتي هي الكواليتي بتاعتها اتغيرت قوي، هي شبه لابيلو زمان كده. وبس كده يكون الفيديو بتاعي النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك، وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك للتشانل من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وبعد كده تفعلوا العلامه بتاعه الجرس على كل او اول عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. واكتبوا لي كمان في الكومنتات ايه المنتج المصري اللي انتوا بتحبوه جدا 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 وعايزيني اجربه واقول رايي فيه، لان انا بصراحه ابتديت احب المنتجات المصريه قوي. فانتوا قولوا لي اسم كده بالتفصيل يعني عشان اعرف هو ايه ماركه ايه وايه هو واللاين بتاعه علشان اجربه واعمله في الفيديو الجاي. ان شاء الله الفيديو الجاي يكون بقى كله تجربه منتجات مصريه من مقترحاتكم انتوا. وبس كده اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.